لو متحمس تجيب قطة، لازم تقف لحظة وتفكر، تسأل نفسك سؤال واحد: هل أنا مستعد؟ في الفيديو ده هقولك على 10 حاجات لازم تعرفها قبل ما تجيب قطة. وكمان هجاوب على شوية أسئلة بتتكرر دايما مع الناس اللي لسه أول مرة تربي. خليك معايا لآخر الفيديو عشان ما تندمش بعدين. يلا بينا نشوف. 1. الالتزام لسنين طويلة. القطط مش لعبة، هي روح بتحس وبتتحرك وبتتألم وبتفرح. فلازم نعرف إن دي روح، مش معنى ان هي حيوان يعني مش بتحس، لا بتحس وبتفرح وبتحزن وبتكتئب. فلازم نفكر كويس لانها هي بتعيش معاك فترة طويلة. ان القطة بتقعد من 12 ل 15 سنة. ولو انت فعلا مستعد ولازم تكون عندك التزام بالحيوان اللي معاك، لأن وتكون ملتزم لفترة طويلة. 2. التكاليف الشهرية. التكاليف الشهرية الأكل والرملة واللتر بوكس وكمان كشف الطبيب الدكتور اللي هو الطبيب البيطري. وكمان ممكن تتعب في أي وقت، فأنت لازم تكون مستعد في أي لحظة، تكون فعلا ميزانيتك تسمح بكده، أو تقدر فعلا ميزانيتك تتحمل ده. فكر كويس وتأكد ان فعلا ميزانيتك تستحمل كده. 3. الحساسية. لازم تكون عارف برضو ان في حد في الأسرة عنده حساسية ولا لأ، إن كان أطفال أو أنت شخصيا أو أي فرد من أفراد الأسرة. لازم برضو تعملوا تحليل علشان تتأكدوا من كده، لأن برضو ده ممكن يسبب مشاكل صحية. كمان رابع حاجة، هل عندك وقت؟ لازم يكون عندك فعلا وقت، لأن القطط مش كائن بيقعد لوحده. القطط بتحب تعيش مع أصحابها في أي مكان أنت موجود فيه، هتكون فيه. في أي مكان تكون فيه، كان في المطبخ، على السرير، في الصالة، في أي مكان هتكون أنت فيه هي هتكون فيه، لأن القطط أصلا بطبعها ألوفة وتحب تبقى جنب صاحبها دايما. والقطط دايما محتاجة لعب واهتمام يومي وتنظيف، مثلا تنظيف الحمام، اللتر بوكس، وأوقات تقضيها معاها. 5. نظافة البيت. القطة هتدخل معاك زي ما قلت من شوية، هتدخل في كل مكان، يعني هتلاقيها في الدولاب، هتلاقيها على السرير، هتلاقيها على الترابيزة، على الكراسي. فأنت مستعد للنظافة المستمرة اليومية، عشان طبعا الشعر هيبقى موجود في كل مكان، فأنت عندك استعداد للنظافة اليومية مستمرة. 6. السفر والتحركات. لو أنت بتسافر كتير او بتسافر عموما، القط ما ينفعش يقعد، او القطه ما ينفعش تقعد لوحدها، او ولا ينفع توديها عند حد اطلاقا. ليه بقولك كده؟ ان القطط لازم تكون تعرف الشخص نفسه، يعني لو انت هتوديها حد ما ينفعش، لان طبعا البيت مش هتبقى عارفاه، ولا تكون اصحاب البيت عارفاهم، فطبعا انت كده هتظلمها، لان مش هتطلع ولا تاكل ولا تشرب، حرام عليك. حتى لو في صندوق برضو مش هتاكل. فليه؟ ولا ينفع تجيب حد، يعني حتى ولو تجيب حد من اصحابك برضو ما ينفعش لو انت واثق في شخص وتجيبه في البيت، الا اذا كانت هي فعلا تعرفه، يعني كان بيجي عندك باستمرار وبتقعد معاه وبتلعب معاه وتتمسح فيه، لان هتبقى عارفاه، لان هتبقى ريحتها فيه، وهي هتشم من نفس ريحته فهتعرفه. فكده اوكي، ان ممكن يجي البيت مثلا يحط لها اكل، يلعب معاها شويه في الفتره دي، او ان انت تاخدها معاك وانت بتسافر، تاخدها معاك
ماشي، لكن يا إما تكون شخص فعلا هي تعرفه ويجي عندك البيت، لكن انت توديها عند حد ما ينفعش. سبع حاجة، نمرة 7، هل البيت مناسب؟ البيت لازم يكون مناسب، يعني يكون ايه؟ آمن. البلكونة، الشباك، أيا كان أي فتحة موجودة في البيت، شباك، بلكونة، باب، أيا كان لازم يكونوا أمان، لأن ممكن تنط، ممكن تقع، ممكن آه، قطة ما مش عارف ممكن يحصل ايه، ممكن مثلا يكون الجيران عندهم قطط حابة تروح عندهم آه، تمشي فكرة ان مثلا عصفورة بتطير عايزة تجيبها، اي حاجة من دي فممكن تقع، فلازم يكون فعلا البيت امن كويس، سواء كانت بلكونة او شباك. وكمان يكون في مساحة علشان ممكن عايزة تلعب، لأن القطط بتحب تلعب، فتكون لازم يكون في مساحة للعب وعشان تبقى براحتها. 8، تكون متأكد من كل اللي موجودين في الأسرة موافقين إن أنت تجيب حيوان، سواء كان كلب أو قط، فأنت لازم يكون كل الأفراد الأسرة موافقين على إنهم أنت تجيب حيوان أليف. لازم تكون إن الجو العام مناسب ومفيش حد رافض الفكرة، لأن طبعا لما يكون حد رافض الفكرة طبعا بيبقى مش حلو وفي تبقى مشاكل، فلازم يكون كل الأفراد موافقين إن في حيوان أليف هيكون في البيت، عشان مثلا ممكن في أطفال، ممكن يكون في شخص مش حابب، أو طفل بيخاف، أو شخص كبير كمان ممكن يكون بيخاف وانت ما تعرفش، فلازم كل الأسرة تبقى عارفة وموافقة على كده. 9، التبني. التبني لازم، هقولك ليه لازم، لأن انت فعلا انت كده بتدعم له مكان، وتديله أمان، وتديله حب، وتديله رعاية، تديله اهتمام، تديله ان انت انقذته من الشارع، انقذته من ان هو ملهوش مكان، ملهوش مأوى، فانت كده عملت له مكان، عملت له، اديته امان، اديته راحة، اديته وقت، اديته حب، اديته عطاء، وهو كل ده محتاجه، وهو هيديلك اكتر صدقني، وهيعوضك كتير قوي قوي. ف كمان يعني لو انت جبته من الشارع او من جمعية او ملجأ، هم الملجأ والجمعية طبعا بيهتموا بيهم، بس انت كده بتكون بتساعدهم كمان علشان يبقى اللي في الشارع يلاقي مكان اللي اخدته، انت كده بتساعدهم ان هم يجيبوا اكتر من اللي هم في الشارع ومش لاقيين حتى ياكلوا. فانت التبني احسن طبعا، بدل ما تجيب بفلوس كتير وغالية، وانت كمان يعني اللي في الشارع او اللي في الملجأ او اللي في الجمعية ما بيقولوش خالص، لا شكل ولا تعليم ولا، ما كله بيتدرب وكله بيتعلم، وكل اللي انت بتعلمه لهم بيتعلموا، كل ما بتدربوا بالحب وبالهدوء بالاستمرار وبالصبر هتعلم كل حاجة، وهو مش بيبقى ناقص خالص ابدا عن اللي انت بتشتري بفلوس. انا كنت جايبه بسنت من الشارع، جبتها وحميتها ونضفتها، وكانت جميله جدا، وبقت فرد من العيله، وكانت فاهمه كل حاجه، فمش هتقل ابدا حاجه عن اللي انت بتشتريه، ففكر في التبني احسن من الشراء. 10، التعقيم. التعقيم لازم، بس ده قرارك. آه هو مش قرار بسيط بس مهم. ناس بتكون ضد التعقيم القطط، بتقول مثلا حرام أو ده ضد الطبيعة، فكل واحد واقتناعه، يعني ده اقتناع على حسب انت ما تقتنع، ده قرارك الشخصي، بس لازم تكون عارف العواقب اللي هتترتب على القرار ده. لو انت قررت ان انت ما تعقمش القط او القطة، فالقط الولد بيرش بول في كل مكان في البيت،
وده ريحته فظيعة جدا، مزعجة للغاية. آه كمان لو وكمان القطة هتقعد بقى تنونو بصوت عالي، ولو عندك جيران او انت هتنزعج من الصوت، فده اللي بيحصل لو انت ما عقمتش. لكن انت كمان في حاجة تاني، ان هي هتولد كتير، فانت هيكون عندك المكان والمساحة والوقت وكل ده، لان هي تجيب اطفال كتير، ولا تتصرف ازاي بالظبط؟ هل انت عارف القرار ده؟ فانت طبعا هتتحمل كل النتائج دي، لازم تكون عارفها كويس جدا، سواء ان انت ما عقمتهاش او عقمتها انت هترتاح من كل الحاجات دي، هترتاح. وهي كمان ان هي تبقى صحتها كويسة، مش هتبقى القطة مش هيبقى عندها التهابات، ولا هيبقى عندها تعب، والقط برضو مش هيبقى بيعمل الحاجات دي اللي قلتها، فهيبقى نظيف جدا ومفيش وجميل، ومفيش اي حاجة مشاكل. وفي النهاية ده قرارك الشخصي، بس تكون متحمل كل حاجة. وقتها ننتقل لفقرة الأسئلة. كان في ناس كاتباها لي، وأنا بصراحة قلت أنا نكتبها عشان ممكن أنساها. ففقرة الأسئلة هم كام سؤال، في ناس كتبهم لي وأنا كتبتهم في ورقة عشان ما انساهمش. ولو انت لسه معايا لغاية دلوقتي هجاوب على شوية أسئلة ناس كتير بتسألها. قبل ما تجيب قطة لأول مرة، السؤال الأول: ينفع أربي قطة وأنا عندي كلب؟ الجواب ينفع تربي قطة وأنت عندك كلب. أنا عندي بيلا، كلبة كبيرة، جيرمان شيبر، وعندي نولا، وعندي طبسي، وعندي ليل. لما جبت نولا كانت هي مامتهم مامة ليل وطبسي، فجبتها الأول، فلازم عرفتها على بيلا، وبيلا قعدت تشمشم فيها وعشان تتعرف عليها وكده. كانت بتناكب فيها الأول، وبعد كده بقوا صحاب، وحاليا هي وليل صحاب جدا، بيلعبوا سوا مع بعض، بيجروا ورا بعض ويلعبوا، يعني بيلا كبيرة. بس هو فعلا ينفع، بس لازم يتعودوا الأول على بعض، يتعرفوا الأول قبل ما عشان يبقى في تدريب قبل ما في البداية يعني. السؤال التاني بتقول: أجيب قطة صغيرة ولا كبيرة؟ الصغيرة محتاجة صبر وتدريب، بس هتتعود عليك بسرعة. لكن الكبيرة هتكون مستقلة ومتعودة، بس هتاخد شوية وقت ان انت تتعود عليكي وانت تتعود عليها. يعني هتبقى كونت شخصيتها وليها شخصيتها المستقلة. هتتعود برضو، بس هتاخد وقت أطول من الصغيرة، لأن الصغيرة مش هتاخد وقت كتير وهتتعود عليكي ولأنها لسه صغيرة فتتعلم. في سؤال تاني بتقول: أول يوم أعمل إيه لما تجيب قط؟ يعني ولا حاجة، هتجهزي لها مكان هادي هيكون فيها أكل ومية واللتر بوكس، وهتسيبيها تستكشف المكان براحتها. انت ما تجربش عندها خالص، ولا تحاول تجبريها او تجبرها على حاجة خالص خالص. هي هتكتشف الاماكن لوحدها، وهتطلع لوحدها، وهتيجي عندك لوحدها وتعود عليك. بس لازم تديها وقت، وانت يكون عندك صبر. المهم تحط لها الاكل والميه واللتر بوكس بتاعها، وتبقى توريها الاماكن، هي هتروح لهم لوحدها، تعود عليهم واحده واحده، وتعود وتبقى كويس. بس انت ما تجبرهاش على اي حاجه، لا في اللعب ولا في اي حاجه خالص، سيبها لوحدها واحده واحده. لازم يكون عندك صبر. كمان سؤال بتقول: هو لازم اروح لدكتور بعد ما اجيب القطة؟ طبعا لازم تروح للدكتور، لانك تتأكدي من صحتها، وكمان عشان يعمل لها مواعيد للتطعيمات بتاعتها.
وفي نفس الوقت انت تبقى مطمنة على صحتها، ويبقى مطمنين ان اللي داخل الأسرة سواء كان عندكم أولاد أو الأسرة تبقى مطمنة، وانت كمان مطمن على صحة القطة وتبقى مطمن على على صحتكم انتوا كمان. سؤال تاني بتقول هل القطة هتتعلق بيا ولا هتكون باردة؟ طبيعي هتتعلق بيكي، لان انت دام هتاكليها وتشربيها وهتلعبي معاها وهتبقى موجوده في البيت وهتعرفك وتعرفيها، استحاله مش هتتعلق بيكي، بالعكس هتتعلق بيكي جدا جدا جدا، وهتبقى صديقتك الجميله اللذيذه. بس خلي بالك، في قطط، القطط شخصيات، يعني في منها اللي هو ما يحبش حد يلمسه، يبقى من بعيد بعيد. ممكن تلعبيه وكل حاجة بس من بعيد. وفي قطط عادي جدا تيجي، يعني احنا عندنا طبسي بتتمسح فينا وبتلعب معاها بمثلا عصاية فيها ريشة او كرة او كده من بعيد، بسيط قوي لو شلناها، لو سمحت بده. لكن ما مش زي نولا ولا ليل. ليل دايما معانا، يقعد على حجرنا في اي مكان معانا، على طول معانا. هي بتطلع معانا وكل حاجة، بس ما بتسمحش ان احنا نلمسها كتير زي طبس زي ليل ومامته نالا. فالقطط شخصيات، لازم كمان لو انت عارفاها من النوع ده لازم كمان تحترمي شخصيتها وتحترمي حريتها، ان يعني كانت مش بتحب كده او بتحب. ولو وصلت معايا كده لآخر الفيديو فأنت شكلك ناوي فعلا تجيب قطة أو تدخل عالم القطط الجميل. بس القرار ده لازم يكون مسؤول ومدروس، لأن قرار برضو مش سهل. بس القطة فعلا، لأن القطة مش حيوان وبس، زي ما قلت القطة بتحس، بتفهم، بتتضايق، بتزعل، بتفرح، بتحزن. فلازم تقدر مشاعرها وتقدر فعلا عواطفها. فمش مش اي حاجه اجيبها خلاص، يعني مش ديكور احطه في البيت او لعبه العب بيها شويه وازهق وارميها. لا، هي روح مسؤوله، انت مسؤول عنها وانت قررت تجيبها، فانت لازم تكون تحترم الروح اللي عندك في البيت، ان دي روح بتحس، بتألم، بتفرح، بتتضايق، فتكون محترم مشاعرها. هي مش جماد، مش كرسي او اي ديكور جايبينه في البيت نحطه عندنا بس كديكور. ولو حاسس انك جاهز صدقني هتبقى اخدت قرار جميل جدا في حياتك. ولو عندك سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه او اعمل فيديو مخصوص ليك. من قلبي بتمنى لكم كل سعادة وكل سلام وكل حب. وما تنساش لايك وشير سبسكرايب، وباي باي.